إلى متبعي نظام الطيبات، مضاعفات مرض السكر حابة أتكلم عنها. اللي انتوا عايزين تروحوا تتبعوا نظام الطيبات وتاكلوا سكر وتاكلوا نوتيلا وتاكلوا مربى وتاكلوا بطاطس مقلية، أنا ما عنديش مشكلة ان انتوا تمنعوا الفراخ، بس بلاش تاكلوا سكر. لو انتوا مرضى سكر، أنا بتكلم عن حالة معينة، عن مرضى السكر. مريض السكر لو مفكر ان هو هيبطل العلاج ويمشي على نظام الطيبات ويفضل ياكل في سكر، فانا حابة ان انا ابشره ان هو هيحصل له كل المضاعفات اللي بتحصل من مرض السكر واللي احنا كلنا عارفينها. هيحصل فقد للبصر، هيحصل الاطراف ممكن يحصل فيها غرغرينة ويفقد اطرافه، هيحصل التهاب في الاعصاب الطرفية. تمام. يعني كفايه شويه الاعراض دول. يعني اعتقد دول كفايه ان هم يخوفوك انك تبطل اصلا العلاج بتاعك وان انت تاكل اصلا سكر. انت مالكش سكر، انا مش سليم علشان اكل سكر. انت تعبان، عندك مرض السكر، عندك الانسولين قليل، فازاي هتاخد سكر؟ السكر هيزيد في الدم، هيعملك مضاعفات شديدة جدا. ما تضرش نفسك، مش اي حاجة تتقال قدامك انت لازم تتبعها. انت ما ينفعش تتبع نظام الطيبات ده نهائي، اللي مليان كله سكر. نظام الطيبات ده اللي عايز يتبعه يكون شخص سليم، يقدر ان هو يحرق السكر دوت باي طريقة تانية، وهو اصلا اوريدي جسمه فيه انسولين كتير، فهيعرف يتعامل مع السكريات الكتير قوي اللي هو هياخدها دي. ما اعتقدش ان انت عايز تفقد طرف من اطرافك، ما اعتقدش ان انت عايز يحصل لك غرغرينه في ايديك ولا رجليك ويقطعوها، مش ممكن. ما تسرعش من المضاعفات اللي ممكن تحصل معاك يا مريض السكر. لما يبقى في حد بيتكلم لازم نعقل الكلام شويه. هو بيقول لك ايه؟ كل سكر عشان السكر يخف. انا مش عارفه دي انهي نظريه اللي بيحارب السكر بالسكر. يعني دي انا مش عارفاها بصراحه. واشمعنى النوتيلا بالذات؟ يعني اشمعنى دي؟ برضو مش عارفاها، مش فاهماها. واحنا كدكاترة احنا ما بنجيبش الكلام ده من عندنا والله. الكلام ده يعني المضاعفات بتاعت مرضى السكر دي حصلت لناس كتير جدا، وفي ناس فعلا حصلت معاها ان هي فقدت بصرها لما ما التزمتش بالتعليمات، وفي ناس فعلا فقدت طرف من اطرافها، قطعت صباع من رجليها. في كل الحاجات دي حصلت، والتهابات الاعصاب حصلت، تلاقيه بيترعش كده اصلا مش قادر. يعني كل الحاجات دي بتحصل على فكرة، يعني هي مش بعيدة. لو انت هتجازف وتعمل كده، النظام ده مش موثق، والنظام دوت مش علمي نهائيا. لمرضى السكر ممنوع يتبعوا نظام الطيبات. اما يبقى يتوثق وتاخد عليه يعني براءة الاختراع انه واحد مرضى السكر ياخدوا سكر، ساعتها بقى اعمل كده. معرفش ده هيحصل ازاي، بس انا حاليا بوعي الناس ممنوع تاخدوا سكر. السكر سم داخل لجسمكم. السكر انت لو انت طبيعي ما عندكش اي حاجة وخدت سكر اصلا كل يوم بهذه الكمية، هيحصل معاك مقاومة انسولين، هيزيد معاك الوزن. السكر كله اضرار، ما شفتش منه اي فايدة ابدا. انا كتجربة شخصية خسيت اكتر من 20 كيلو بان انا منعت السكر. النظام الغذائي بتاعك اهم حاجة في يومك. الهرم الغذائي اتقلب، بس اثبتنا ان الدهون الصحية مفيدة للجسم، وجربنا دوت على الفئران، وجربنا دوت على مجاميع من الناس تبرعوا ان هم يجربوا عليهم الحاجات دي. النظام لو عايز يتوثق هنمشي عليه بعد ما يتوثق، لكن ما ينفعش نمشي على حاجة هي مش موثقة عشان ما اضرش نفسي، ما اضرش صحتي،
ما يحصلش معايا مضاعفات زي مضاعفات مريض السكر، ما يحصلش مضاعفات زي مضاعفات الكلية تتعب، الكبد، المرارة، كل الحاجات دي بتتعب من السكر.